ثلاثة النقط. النقطة الأولى السجل الاجتماعي ككل كان ظالما للمغاربة. كيف؟ كان ظالما للمغاربة من خلال اعتماد هذاك المؤشر اللي ما راعاش مسألة حقوق الإنسان. فاش كنجي كنسولك المهداوي شحال من سداري عندك في الدار؟ واش عندك بوطة كبيرة ولا بوطة صغيرة؟ واش عندك تليفون ذكي او لا عندك تليفون غير ذكي؟ فاش كنجي كنسولك واش ولادك كيباتوا في بيت واحد ولا لا؟ فاش كنسولك شحال من روبيني عندك؟ فاش كنسولك ما كنسولك واش خدام دابا ولا لا؟ فاش كنسولك واش فايت لك خدمتي ولا لا؟ كتقول لي واحد النهار المهداوي خدمتي مع لوبينيون ولا مع العالم وما بقيتيش خدام، كنعتبرك ما زلت صحفيا. هي هذا الشيء هكا داروا. والهدف منه ماشي دابا واش خدام ولا لا. لا لا لا، واش فايت لك خدمتي؟ مثلا شي واحد تيقول لهم انا مثلا شخصيا واحد الوقيته خدمت في صباغه، يلا تعتبرني راه باقي صباغ؟ راه الناس هكا فاش غير ملغومه بهذا الشكل، والهدف منها هو تقليص العدد ديال المستفيدين من الدعم. اذا هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه مرتبطه بالدعم المخصص. جات الدوله وقالت لك 500 درهم اللي غادي نعطي. في كورونا شنو هي المعايير اللي كانت باش يبان لك التراجع؟ في كورونا كانت عندنا 800 درهم، 1000 درهم، 1200 درهم. كانت الاسره اللي فيها جوج ديال الاشخاص ولا ثلاثه عندهم 800 درهم، اللي عندهم جوج دراري ولا ثلاثه دراري عندهم 1000 درهم، واللي عندهم اربعه ديال الدراري عندهم 1200 درهم. في كورونا هذا هو الدعم، هذا هو المعيار ديال الدعم اللي تعطى. دابا جينا قلنا كونوا شحال ما بغيتوا تكونوا، غنعطيكم 500 درهم. يلا ناخذوا 500 درهم ياك، نقسموا على 30 يوم ديال الشهر، جات 16 درهم فاصله 6 في النهار للعائله، غنقسموها على 4 ديال الناس كتجي 4 دراهم الواحد في الشهر في النهار. والخير هذا الناس لقاوها. دابا انت حميد غادي نجي الصباح ونعطيك 4 دراهم. دابا اللي عرفتي ضحكت انا دابا هذا الشيء واش كيتناقش هذه الايام؟ واش المغاربه تصور ملف ما كنتش يباع على دنيا باطمه وما كنتش يباع على سعيده شرف، بغض النظر على القضيه ما ندخلش مقارنه مع هذه الخطوره اللي دابا شرتي ليها باش تعرف حتى حنا كمجتمع ولا كاعلام شركاء. النقطه الثالثه دائما هنا اللي هضرت على الدعم، سي فري غيجي شي واحد غادي يقول لك 500 درهم هي اللي عندنا. وغادي نجيو لنقطه اخرى مهمه، واش المغرب فيه الفلوس ولا لا؟ وفيه ولا ما فيه؟ طبعا فيه. نعطيك مثال علاش فيه. اشنو هو مثلا دابا لا سولتك شنو هو المركز الاساسي او النقطه المهمه اللي عندنا كدخل المغرب ولا ما اللي كيساهم بشكل كبير؟ الفوسفات. غادي نجيو للفوسفات. اش كتعرف على الفوسفات؟ المكتب الشريف للفوسفات اللي ولا هو شركه دابا اس ا. والله ما كنعرف شي حاجه من غير هاد التسميه. انا شحال كيدخل، لا كيفاش كيدخل، لا فين كتمشي، لا والله ما كنعرف. الفوسفات كيساهم في الدخل الخام ديال البلاد ب 7.4. لا داكشي اللي كيتنشر. لا غادي نقول معطيات حقيقيه. غادي نعطيك بشويه انا هابطين. 7.3 في البي بي. في الميزانيه مثلا ديال العام اللي فات ساهم ب 10 المليار ديال الدرهم، 10 المليار ديال الدرهم. دونك مزيان. غادي نجيو لهاد الشركه ونشوف فين كتدور الفلوس ديال المغاربه. اولا الفوسفات عنده لو سي بي عنده 25 شركه في المغرب. 25 شركه. شنو وجه العلاقه بيناتهم؟ هو مولاهم. ديالو هو مولاهم براس مال كبير جدا. مثلا الا خدينا فقط لونيفرسيتي محمد السادس، جامعه محمد السادس الخاصه هذه اللي هنا اللي كاينه في شحال راس مالها؟ شحال راس مالها؟ 37 مليار و34 مليون ريال سنتيم. بلاتي بشويه عندك تقول لي الدرهم. بشويه لا عندك تقول الدرهم ديال الجلاله. 37 مليار و34 مليون و650 الف و900 درهم. هذه جامعه واحده. هذه غير وحده ديال لو سي بي. لو سي بي عنده شركه في ميريكان سميتها بيدرا انوفيشن فونتور، راس مالها 250 مليون دولار. دوز الدرهم انت اش غادي دير بها؟ قلت عنده 25 شركه في المغرب، عنده شركه في اسبانيا، عنده في رومانيا شركه، 3 شركات في الهند، 2 شركات في نيجيريا، 2 شركات في ميريكان، وحده في هولندا، وحده في تركيا، 2 في فرنسا، وحده في سويسرا، وحده في سنغافوره. شتك سكتي؟ لا هادشي وعلاش حنا ما عارفينش هادشي؟ ماشي ديالنا وقع هذا الفوسفات. غير الفوسفات المغرب ولا في شي؟ لا كان في لو سي بي.
في المغرب نهضر على لو سي بي. مثلا في بلجيكا ناخذوا جوج ولا ثلاثه ديال الدول، عزل من هذوك كل اللي بغيتي. ناخذوا بلجيكا، يلا ناخذوا بلجيكا. عنده برايون، شركه عنده هو فيها 50%، والدوله الحكومه ديال عندهم شركه جهويه ديال لا والوني اللي تابعه الوالوني الحكومه ديال بلجيكا. لو سي بي عنده 50% وهي عندها 50%. هاد الشركه راس مالها شحال؟ راس مالها 49 مليون و800 الف اورو. هذا راس المال، كنهضرش على الشيفر دافير والارباح نجيو لها من بعد. مثلا في صبليون فيرتيناغرو شركه لو سي بي عنده فيها 20%، وتريفاليس واحد الشركه صبليونيه عندها 80%. راس مال هذه الشركه 61 مليون اورو. شوفوا لك شي بلاصه اخرى عاوتاني نتساراو في العالم مع هاد لو سي بي. شوف لك اصحاب الاورو واصحاب الدرهم موجود، الدرهم نرجعوا ليه شي نهار نكونوا مساليين ليه. مثلا في هولندا عندنا شركه سميتها انترناسيونال كوبيراتيف ديال لو سي بي كوبيراسيون، اللي هو هولدينغ يستثمر في مجموعه من المجالات. المهم شحال راس مالو ديال هذا الهولدينغ ديال لو سي بي اللي عندنا في هولندا؟ راس مالو 154 مليون و615 الف و671 دولار. تجي للمغرب تعطي 500 درهم. خرجت برا كأن النيابه العامه دارت السقف، برأت السقف، ماشي تبرأت، دارت السقف، دايره سقف صافي سقيو في حد بيوي وصافي. هنا السؤال المطروح الان: من ادخل هؤلاء للسياسه؟ من سمح لهاد التجار ديال المخدرات دابا بهاد التهم كامله انهم يدخلوا للحقل السياسي، في حين على اننا كنلقاو باش تمشي تخدم في اي خدمه كيطلب لك كيزي جوديسيير. وكان محكوم بعامين هو الحبس بيوي في مره في اسبانيا دوزها على المخدرات. تنقول لك انا مثلا دابا اي مواطن بسيط عادي باش يخدم كيطلبوا لي كازي جوديسيير. لا فين كاين الثغره دابا؟ فين كاين لا يكرر هذا؟ شنو لا كنظن باللي واش مسؤوليه الاحزاب بحال دابا مثلا مسؤوليه مشتركه ديال الدوله وديال الاحزاب وديال كل شيء. لان كما قلتي انت كون كانت الدوله صارمه في هذا الشيء ديال السجل العدلي للبرلمانيين اللي غيترشحوا للبرلمان، بحال السجل العدلي للصحفيين كتاخذ البطاقه، ماشي على الصحفيين، عرفتي ملي كتبغي تاخذ البطاقه الصحافه وبحال كتعاود حميد انت كتهضر على الصحافه، انا كنهضر لك على لاجون سيكوريتي اللي كيوقف في باب البنكه. اجون سيكوريتي خدام بالسميك، باش يخدم تيطلبوا ليه الكازي جوديسيير. وبرلماني الذي يشرع البلاد. إذا كاين خلل. ما يقع الآن ما خصناش نحصروه في هذا الجانب القضائي، نخليو القضاء يدير خدمته، ولكن النقاش السياسي كيتطلب أننا أشنو هما الأمور اللي خصها تدار من أجل الجو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.